ونقول بسم الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل وصفة جديدة، الفراخ المشوية في الفرن. هنعمل لكم فراخ في الفرن زي الشوايه الفحم بالظبط، ونفس اللون ونفس الطعم ونفس كل حاجه، ماشي، وبأبسط حاجه في البيت عندكم. يلا بينا نشوف ازاي. هنجيب طماطمايه، توم، بصلايه، ليمونتين اهم. ده كاري، ده زعتر، ده 7 بهارات، بابريكا مدخنة، حبهان، فلفل اسود وملح وخل وزيت. برافو. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. ممكن نستغنى عن الليمون ونحط كوباية زبادي، وممكن نحط شوية لبن. هجيب اللبن دلوقتي ومع عادي، ممكن تحطيهم هما الاثنين. ايوه هنحط اللبن وليمون. لا بس ممكن نستغنى عن اللبن والليمون بكوباية زبادي. خلي كده اهي، بسيطه جدا. حلو قوي، حلو جدا. تتبيله جوه العظم كده، في الفتحات اللي احنا عملناها، وتحت الجلد كده تبقى متشربه كلها. خلاص تمام كده. احنا بعد ما تبلنا الفرخه كلها هنحطها في طبق وهنغطيه، وهنحطها في التتبيله في التلاجة من 2 ل6 ساعات. طيب، ورجعنا لكم بعد 6 ساعات بعد ما الفراخ اتبلت بقت بالشكل ده. طبعا ريحتها تحفه اهي. كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد الميه اهي. الميه دي بقى نعمل فيها ايه؟ هنحطها كده هنا. نحطها على الفرخه كده كده. لا تحت اهو كده. بناخد بقى التتبيله ديت بندوبها كويس قوي، وبعد كده بنفضيها هنا. احنا ليه بقى عملنا كده؟ عشان الميه دي تخلي الفرخه تسويتها افضل، وبتخلي ان البخار بتاع الميه يوزع الحراره على الفرخه كلها، فكلها تستوي، ما تبقاش من بره مستويه ومن جوه نايمه. هندخلها الفرن درجه حراره 180 لمده ساعه، ساعه ونص. يلا بقى نغرف الرز البسمتي بتاعنا الخطير. شايفين مفلفل ازاي ولونه تحفه، خطير بجد، وريحته تجنن. شايفين؟ احلى رز كبسة ممكن تعمله، وما بياخدش وقت خالص. يلا بقى نحط الفرخة بتاعتنا. الفرخة استوت وبقت ريحتها قلبت البيت. اخدت ساعة وتلت في الفرن. شايفين؟ واو، بجد خطيرة، والريحة تجنن. نفسي كلكم تبقوا واقفين تشموا الريحة عاملة ازاي. رشة بقدونس كده نزين بيها، وده الشكل النهائي للطبق بتاع النهارده. ونقول بسم الله. حلو قوي والله بجد. تعال نجرب بقى مع ده. ادوس. حلو. دوق الفراخ بقى. بسم الله. ايوه بتدخن هي دي. ايوه ايوه ايوه. حلو قوي والله العظيم بجد. استنى وصفه جديده. باي باي.